بتوحشنا انا والله حلقات عظماء في القبور دي، زي ما اكيد بتوحشكوا برضه بالظبط. وده هو البرنامج اللي بنتكلم فيه عن شخصيات عظيمة عاشت وماتت، والحلقات دي بتنزل في تاريخ وفاتهم. كلنا عارفين ان ايلون ماسك دلوقتي هو اغنى رجل في العالم بثروة اكتر من 150 مليار دولار. وعم ايلون بقى جاب الفلوس دي كلها منين؟ الله ينور عليك، بالظبط كده، من شركة السيارات الكهربائية بتاعته اللي اسمها تسلا. وشركة السيارات بتاعت ايلون ماسك دي كانت سبب كبير جدا في ان الناس تعرف اكتر عن العالم العبقري نيكولا تسلا بطل حلقتنا، واللي مات زي النهارده كده بالظبط يوم 7 يناير في سنة 1943. اتولد نيكولا تسلا سنة 1856 في أوروبا، في المنطقة المعروفة دلوقتي باسم دولة كرواتيا، من عند مودريتش يعني. والدة تسلا بقى كانت ملاحظة من وهو طفل هوسه بالاختراعات وبالكهرباء بالذات، وكانت دايما بتشجعه على كده، وبتقول عليه إن هو طفل من نور. أما أبوه بقى كان كاهن صربي أرثوذكسي في الكنيسة، وكان دايما بيحاول إن هو يقنع نيكولا إن هو ينضم لجماعة الكهنة. لكن اهتمام تسلا بالعلوم بقى وشغفه بيها خلاه ينفض لابوه والأوروبا كلها، وراح سايبه وسافر على أمريكا. وهنا بقى تعتبر هي البداية الحقيقية للقصة، لأنه في أمريكا راح يشتغل مع توماس إديسون في شركته. لكن تسلا وإديسون ما عمروش مع بعض كتير في الشغل بسبب اختلافهم على أنهي أحسن بالظبط في الاستخدام، التيار الكهربي المستمر ولا المتردد. إديسون واللي عملنا عنه حلقة قبل كده في برنامج عظماء في القبور، هسيبها لك فوق على اليمين أو على الشمال، هتظهر قدامك دلوقتي، يبقى شوفها بعد ما تخلص الحلقة دي لو عايز تعرف أكتر عنه. كان متمسك بقى إديسون بالتيار المستمر اللي بنى إمبراطوريته كلها عليه. ولو انت عايز برضه تعرف ايه الامبراطوريه دي وليه اديسون كان متمسك بالتيار المستمر، برضه هتلاقي كل الكلام ده في الحلقه بتاعته. لكن تسلا بقى كان شايف ان التيار المتردد هو الاحسن. وطبعا مش محتاج اقول لك ان تسلا طلع هو اللي صح في الاخر، والتيار المتردد هو الاحسن، لان فكرته بتستخدم لحد النهارده في اناره البيوت والمصانع وتشغيل الاجهزه. بالرغم ان اديسون حاول كتير جدا يحاربه ويدمره، لكن التيار المستمر بتاع اديسون ما كانش يقدر ينقل الطاقه لمسافات طويله قبل ما يضعف ويتلاشى. على عكس بقى التيار المتردد، الاكبر ميزه فيه ان هو يقدر ينقل الطاقه بين دولتين وبين قارتين كمان. وفي سنة 1888 اشترى رجل الأعمال الأمريكي ويستنج هاوس حقوق ملكية الفكرة بتاعت تسلا في تصنيع موتور بيشتغل بالتيار المتردد. مقابل 50,000 دولار خدهم تسلا وأسهم كمان في شركة ويستنج هاوس. ومن اللحظة دي بقى إديسون في ناحية وتسلا ومعاه ويستنج هاوس في ناحية تانية، وكل واحد ليه المؤيدين والمعارضين بتوعه. وطبعا مش هو ده إنجاز تسلا الوحيد، ما كانش زماننا بنعمل حلقة عنه دلوقتي، بس اتقل عليا هحكي لك كل حاجة. في ناس كتير قوي فاكره ان ماركوني هو اللي اخترع الراديو، لكن في الواقع تسلا هو اللي اخترع الراديو الاول قبل ما الفكره اصلا تيجي لماركوني. وبالفعل بعد محاكم وقضايا وورق، المحكمه حكمت لتسلا ولغت براءه الاختراع بتاعه الراديو من ماركوني ونسبتها لتسلا، لان هو اول واحد يوصل لفكره الراديو. وكمان عندك أشعة إكس الكهرومغناطيسية اللي أغلبنا درس إن روتنجن الألماني هو اللي اكتشفها، لكن الحقيقة بقى إن أول واحد وصل لفكرتها من الأساس هو نيكولا تسلا. وأنا بحضر الحلقة دي كده افتكرت كلمة مدرس الفيزياء بتاعي في ثالثة ثانوي لما كان دايما بيقول أي اختراع أو فكرة في الفيزياء دايما هتلاقي أساسها بيرجع لتسلا. وفعلا أهو طلع كلامه صح، حتى لو الاختراع بتاعه ما بقاش موجود دلوقتي او الفكره اتعدل عليها كتير، فصاحب اول خطوه في الطريق كان دايما تسلا. لان غير فكره التيار المتردد واشعه اكس والراديو، فتسلا كمان هو مكتشف المجال المغناطيسي، وهو مخترع الرادار، وهو اللي طور اللمبه الفلوريسنت في المعمل بتاعه. وكان تسلا كمان هو اول واحد يخترع جهاز تحكم عن بعد في تاريخ البشريه كلها، وكان بيحرك بيه مركب صغير عن بعد وبيسوقها بالجهاز ده. لكن الناس من كتر ما هي مش مصدقه ومش مستوعبه الاختراع ده، كانوا بيتهموه ان هو حاطط قرد صغير جوه المركب دي هو اللي بيحركها. وفي ناس كمان قالت عليه ان هو ساحر. وطبعا اختراع تسلا للتحكم عن بعد ده كان هو البذرة او الفكرة الاساسية لاختراعات كتير من اللي موجودة حوالينا دلوقتي، زي طبعا الدرونز او الطائرات بدون طيار. وكمان من المعروف عن تسلا ان هو كان بيعمل كل حسابات التفاضل والتكامل اللي بتشيبك دي جوه مخه من غير ما يكتب اي خطوات، وكان بيكتفي ان هو يكتب الناتج كده على طول. لدرجة ان اساتذته كانوا بيتهموه بالغش من كتر ما اللي بيعمله ده مش طبيعي، وعمرهم ما شافوا ذكاء كده في الدنيا. وخلينا اسير الجدل شويه واقول لك ان بيتقال كمان ان تسلا اخترع محطه كده، المحطه دي بتقدر توزع الطاقه للمناطق اللي حواليها كلها من غير اي اسلاك متوصله كده بالهواء. ودي لو كانت موجوده فعلا دلوقتي طبعا كانت هتغير شكل العالم كله، لكن محدش عارف تسلا فعلا عمل كده ولا لا. ولو عملها فعلا فالفكره دي راحت فين دلوقتي؟ هل في حد مثلا خفاها بالقصد وليه مصلحه لكده، ولا اختفت لاي سبب تاني ايا كان ايه هو؟ كل دي اسئله ملهاش اجابات. وعلى الرغم من شطاره تسلا وان هو سجل اكتر من 300 براءه اختراع مختلفه كلها كانت حاجات خارقه للعقل والمنطق في زمنه، زي الراديو وموتور التيار المتردد والروبوتات واجهزه التحكم عن بعد،
والملاحظات والافكار والتصاميم اللي كان سايبها على الورق. الا ان بعد كل ده بقى ساحر الكهرباء مات مفلس ومعهوش اي حاجه في اوضه صغيره في فندق في نيويورك، زي النهارده طبعا يوم 7 يناير من سنه 1943. وزيه زي عظماء كتير قوي تانيين ما تمش تقديرهم غير بعد ما ماتوا. وتسلا عاش طول حياته 87 سنه من غير ما يتجوز ولا يخلف خالص. ده كان بيتقال عنه كمان ان هو بيشتغل بال 18 وال 19 ساعه في اليوم من الساعه 3 الصبح للساعه 10 11 بالليل. تخيل ده هيتجوز امتى اصلا؟ وبعد ما مات وهو مفيش في جيبه ولا دولار واحد زي ما قلنا، كان سايب للعالم انجازات واختراعات ما تتقدرش باي فلوس. وبعدها كمان تم اطلاق اسمه على وحدة قياس المجال المغناطيسي، اللي اي حد درس فيزياء في ثانوي اكيد عارف ان وحدة قياس المجال المغناطيسي تسلا. ولما ايلون ماسك سمى شركته تسلا كمان ده ساعد كتير جدا ان سيرته ترجع تنتشر تاني. ومستني رأيكم بقى في التعليقات، هل انت شايف فعلا تسلا مظلوم ويستاهل تقدير اكتر من كده بكتير زي مدرس الفيزياء بتاعي اللي حكيت لكم عليه، ولا شايفه مجرد مجنون ما بيفهمش اي حاجة زي ما الناس في زمنه كانت بتقول عليه؟ وكده خلاص دلوقتي رسميا اكون خلصت كل الكلام اللي كان عندي للفيديو ده، واكون خلصت كل الحكايات اللي كانت عندي عن نيكولا تسلا. قولوا لي بقى في التعليقات عايزين مين تاني شخصيات اعمل عنها حلقات في برنامج عظماء في القبور، وانا هعملها ان شاء الله. ولو الفيديو ده بقى عجبك ما تنساش تقول لي ده من خلال ان انت تدوس لايك وتنزل تشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. واخر حاجه هطلبها منك، معلش عارف اني تقلت عليك قوي، بس لو كنت اول مره تشوفني خش كده خد لك لفه في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.